إذا أنت تنهاري وتتعبي وتاخدي في نفسك، ليه يقولوا كده؟ تقعدي تردي عليهم، تديهم أصلا اهتمام وتردي عليهم وتوجعي قلبك معاهم، أنت ما عندك تقييم لنفسك. فهمت علي كيف؟ لما الإنسان ما يقدر نفسه ويجعل نفسه مباح لكل الناس، كل مين يلطش، كل مين يقول كلمة، كل مين يقهره، كل مين يحرقه، فكل مين يعني يعطيه شعور غير جيد من خلال كلماتهم، الناس يعطوه شعور غير جيد، فهو يبدأ ينهار ويمرض ويحطها في نفسه. طب أنا كيف أخرج من دي الدائرة؟ أرجع وأقول بالاستغفار، أرجع وأقول ذكر الله، أرجع وأقول سورة البقرة، أرجع وأقول ختمات متتالية للقرآن. هذا الطريق، ما لك طريق ثاني. لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك. أنا أقول لكم وأنا لايف كوتش، أنا مدربة يمكن من أكثر 17 سنة في مجال التدريب. فهمت علي كيف؟ يعني مش إنسانة جاية كده من بيتها كده وقالت أنا بطلع كده أقول. أنا إنسانة بفضل الله ربي من أعطاني حب مش طبيعي للقراءة، وحب مش طبيعي لطلب العلم والبحث. مو أي كلمة أخذها وكده، لا، أخذ أبحث هذا الكلام صح ولا لا، أشوف، أقرأ كتب،